اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير دايما. أنا بعتذر طبعا عن فترة الغياب الجامدة دي. كنت بمر بظروف صحية وهنتكلم فيها دلوقتي. بس مبدئيا كده تعالوا أقول لكم هنعمل ايه النهاردة. أول حاجة كده كان عندي البوتاجاز ده مش نظيف من الليلة اللي قبلها، وما قدرتش أعمله بصراحة، يعني استكفيت بالغدا وبيومي الطبيعي عادي. قلت خلاص أنا كده كده بصحى بدري، أقوم أول الصبح، يعني أول ما أصحى أعمله هو. بصحى بدري جدا عشان انتوا عارفين إن احنا في أيام مدرسة وكده، فبصحى بدري. تمام. صحيت بقى الصبح بدري كده. عملت لولادي حليب، شربوه. هما ما بيحبوش يفطروا الصبح بدري، او ما بيرضوش. يعني انتوا تايهين الاطفال بتبقى عامله ازاي الصبح وهم رايحين المدرسه، يا دوبك بيبقوا فايقين. يعني انا بشربهم، احيانا بيشربوا كوبايه الحليب كامله، واحيانا ما بيرضوش اصلا يشربوها خالص. فبعمل لهم سندوتشات زياده شويه، على اساس يفطروا كمان في المدرسه مع اصحابهم. ولو رجعوا تاني يبقى السندوتشات معاهم زيادة، فاهميني، على حد ما بيجوا، لان انا مدرستنا بتخرج الساعة 2 الظهر، فاهميني كده. تمام. مسكت بقى البوتاجاز كده، غسلته كويس جدا ونضفته قبل ما اعمل اي حاجة خالص، غير ان انا نزلت ولادي بس للمدرسة. وبعدين دخلت على البوتاجاز قبل فطار وقبل اي حاجة، وبعد كده فطرت. انا هنا الستيكر اللي كان على الحيطة هناك ده زي ما انتوا شايفينه كده. آه، دخلت في يوم المطبخ والبوتاجاز شغال، لقيت في نار جامدة شغالة، في نور جامد، يعني هو النور بتاع المطبخ مطفي وفي نور في المطبخ. طب النور ده جاي منين؟ انا طافية النور. دخلت ابص اشوف في ايه، لقيت الدنيا كده ولعة، وطبعا جنبها ماسورة الغاز وربنا ستر، يعني الحمد لله. لقيت دي كده قايدة نار، والنار ماشية فيها، يعني هي خدت من البوتاجاز. ليه بقى؟ لان انا ما كنتش لازقاها في الحيطة، لان البوتاجاز انتوا شايفين لازق في الحيطه قوي، فانا لزقتها كويس جدا، ومن تحت من عند الحيطه ما لزقتش، سبتها تحت خالص من جنب البوتاجاز يعني. سبتها كده ومعرفتش الزقها. تمام. هنا كده كنت خلصت ولقيت الدنيا بتشتي. بس يعني ايه، شتا شتا يعني محترم كده، وفجأة الجو كان حلو وفجأة لقيتها بتشتي. واليوم ده انا كان عندي فيه جلسة، وعمالة اقول هروح الجلسة ولا مش هروح، شوف شكل الشتا، قلت والله لا اسيبه لكم، مش هفصله. اه. جو جميل. انا بحب المية اوي، بحب اطلع اتفرج عليها زي العيال بالظبط. المهم بقى خلصت وفطرت، وقعدت ارتحت شوية. هتقولي ارتحت من ايه؟ ارتحت من غسيل البوتاجاز. بتعب. انا بمر بظروف صحية زي ما قلت لكم، واقل وقفة بتتعبني جدا. فكون بعمل يعني على قد ما اقدر، واقعد ارتاح شوية وبعدين اقوم اكمل. لان انا عندي 4 فقرات، آه، وعندي فصل في الاكتاف من ظهري، ماليش امسك اي حاجه في ايدي نهائي. و... و... وكنت تعبانه قوي، يعني دي الفتره اللي انا كنت غايبه فيها. انا تعبانه من السنه اللي فاتت، ورحت لكذا دكتور ومفيش يعني تحسن. ففي الفتره الاخيره بقى رحت عملت اشعاعات وتحاليل وحاجات يعني. المهم انا ما بحبش انقل الطاقه السلبيه اللي عندي جوه الفيديوهات بتاعتي. يعني انتوا تلاقيني على طول خارجة بتفسح في المصيف، بنطبخ عادي، حاجات من دي. انما انا ما بحبش انقل الطاقة السلبية كده. بس انا عايزة اقول لكم انا هعمل ايه الاول وبعدين نتكلم. بصوا بقى، انا عندي النهاردة جلسة، والجلسة بتاخد مني احيانا 3 ساعات و4 ساعات. يوم ما اقول انا رحت وجيت بدري ممكن 3 ساعات. تمام. لان بتأخر فيها يعني. دي جلسات علاج طبيعي عشان الفقرات وكده. فطب انا اعمل ايه؟ انتوا عارفين ان البيت بيبقى قايم على الام، يعني لازم اكل وشرب ولبس مدرسة، ما يجوا هيغيروا وتغدي ويروحوا دروس، وتغسلي اللبس بتاع المدرسة. طب تعملي ايه؟ فقلت اعمل ايه النهارده؟ اعمل مكرونه بالبشاميل. زي ما انتوا شفتوا كده، طلعت اللحمه عادي جدا وحطيتها على النار بالعصاج عادي جدا. وطريقه المكرونه البشاميل اللي انا عاملاها معاكم على طول، بس كل الحكايه ان انا استخدمت النهارده سمنه بلدي وجبنه رومي وجبنه موتزاريلا. مش موتزاريلا، ميكس جبن يعني. فطبعا الفيديو هيشرح نفسه قدامكم، وانتوا عارفين الجبنه عاملاها المكرونه عاملاها معاكم قبل كده. و...
وهعمل بشاميل قدامكم كده، اقول لكم برضو هحط ايه وبعدين نكمل كلام. حطيت هنا المج دقيق واحد. انا ما بحطش بالمعلقه وما بحطش اللي هو 3 معالق سمنه 3 معالق دقيق، لا انا ما بعملش كده، انا بحط كده بنظري زي امهاتنا زمان عادي. انا مش بشتغل اللي هو بالمعلقه وبالجرام، لا بالنظر كده. انا حطيت كميه من السمنه وكميه من الزيت، يعني ميكس من ده وده، وحطيت المج الدقيق ده، وبعد ده احط الكيلو كوبايتين من الحليب تقريبا. المهم بقى عملناه عادي كده زي ما انتوا عارفين الطريقه، يعني مش محتاجه شرح. تمام. فانا قلت اعمل ايه، طب اعمل اكل ايه النهارده؟ على اساس مثلا اسيب لهم الاكل، لان هم انا بروح الجلسه وهم بيجوا وانا مش في البيت ومش هيعرفوا يعملوا لنفسهم اكل. طب اعمل ايه؟ بحاول ابقى اعمل اكل يوم الجلسه اللي انا رايحاه، اكل يكون سهل وسريع، ما فيهوش ان هو تقلي ولا تحمري ولا اي حاجه من دي. وبعدين انا طلعتها اصلا من الفرن، سبتها لهم جاهزه، وقطعتها كمان يا دوبك. هما هيجيبوا طبق ومعلقه وكل واحد هياخد على قد ما هو محتاج وهياكل، وهيسيبوا لي الاطباق والحاجه في الحوض على ما اجي. فعملت بقى ايه؟ جبنه. بحط جبنه رومي في البشاميل. تمام. قمت قايله ايه، طب نعمل ايه النهارده؟ نعمل مكرونه بالبشاميل، سهله وخفيفه وسريعه، وهنخلص في ثواني وهنسيبها، هيجوا يقضوا بقى الغرض واتغدوا والحمد لله. طب هما بيحبوا المكرونه البشاميل يا بفراخ بانيه يا بكفتة حاتي. طيب هما هيعرفوا يحمروا البانيه؟ لا طبعا مش هيعرفوا يحمروا البانيه. طب هيعملوا ايه؟ هيضطروا برضو ياكلوا المكرونه، لان هما هيبقوا جايين طبعا محتاجين ان هما ياكلوا وعايزين يروحوا دروسهم. طب هعمل ايه؟ هعمل مكرونه بالبشاميل بس. مكرونه بشاميل بس، مكرونه بشاميل بس. عملت هنا كيس الكيلو وحشت منه شويه، انا وريته لكم بس الصوره ما وضحتش، يعني ما عملتش الكيلو كامل كله، يعني انا اشتلت منه. والطريقه دي في المصفى جميله جدا، بتريحك في تصفيه المكرونه وما بتوقعش منك ولا مكرونايه. تمام. صفيتها وجت في ثواني. المهم عملت بقى المكرونه، وكان عندي كيلو لحمه مفروم، حطيت كيلو اللحمه كله في اقل من كيس الكيلو بتاع المكرونه، فاهمني؟ يعني انا ما عملتش كيلو مكرونه، انا اشتلت منها. اما اشتلت منها طبعا وكده كده ما اصبحتش كيلو. وعندي كيلو لحمه والعصاج هناك عصقته كله وحطيته كله. قلت بما ان ما فيش لحوم وما فيش حاجه جنب المكرونه، حطي الكيلو كامل، يعني ايه ياكلوا يبقى جوه الاكل فيه لحوم. وبألف هنا وشفا النهارده. يعني يوم كده ويوم كده والدنيا تمشي، وما توقفيش نفسك على حاجه و... وكده كده الدنيا غلت. فيلا الموجود يقضي اي حاجه، يعني مش ضروري كله بقى ايه لحوم كده. المهم عملت زي ما انتم شايفين كده، وهدخلها الفرن. تعالي بقى اقولك على حاجة، اهم حاجة في الدنيا دي كلها صحتك. اولادك مهمين، بيتك مهم، جوزك مهم، اهلك مهمين وترضيهم، وبر الوالدين والحاجات دي كلها. واحنا مش عايشين في الدنيا لوحدنا. بس فعلا في الفترة الاخيرة اللي انا مريت بيها، هي صحتك. صحتك صحتك صحتك. شوفي كم مرة صحتك. انت بتحبي ولادك وهتفضليهم عليكي، وبترضي جوزك وبتفضليه مثلا عليكي، بتيجي على نفسك، بترضي اللي حواليكي على حساب نفسك. طب تمام، مين انت هيرضيكي؟ طب انت مين انت لما صحتك هتروح هينفعك؟ طب احنا بنحب ولادنا ودول اطفال وصغيرين ومش هيعرفوا يعملوا حاجة لنفسهم. تمام، ماشي انا معاكي. نعمل ايه؟ نخلي بالنا من صحتنا، لان انت اصلا لو وقعتي وتعبتي وسبت نفسك لكده، مين هيعمل لولادك اللي انت اصلا خايفة عليهم؟ محدش هيعمل لهم، واللي هيعمل لهم يوم واتنين وتلاتة خلاص مش هيجي كل يوم عشان يعمل لهم. فأهم حاجة في الدنيا دي كلها صحتك. شوفي ايه اللي عندك وروحي اكشفي. ما تجيش على نفسك، الشغل ما بيخلصش في يوم وليلة. قسمي الشغل على الأيام، مش كله في يوم واحد. ما تجيش على نفسك لما ما تلاقيش صحتك، هتلاقيها راحت منك مرة واحدة. فعلى ايه؟ اقسم الشغل. في مثل بيقول لو كتر عليك الشقة قسمه على الايام. يعني مثلا ما اجيش اقول انا هعمل الشقة كلها النهاردة. طبعا كلامي للناس اللي زي حالاتي. الناس التانية اللي هتقول ايه ده، ازاي يعني نظف البيت كله هو محتاج ومش عارف ايه. لا، لا كلامي مش ليكوا، كلامي للناس اللي صحتها على قدها وعندها كام طفل والكلام ده. يعني النهارده اعمل اوضه كلها، انضفها كامله كامله كامله، رضا قوي جنب غدا جنب اي حاجه، رضا قوي. واقسم وقتي، يوم هنا، يوم في الاوضه دي،
يوم الريسبشن او الصالة او زي ما بتقولي كده. وكانت هنا ده صينية المكرونة خلصت معايا، يا دوبك هقطعها وانا ما اقدرش اقاومها وهي سخنة وجوسي كده. طبعا انا طلعت لي حتة اكلتها الاول قطعة كده، فما طلعتش كاملة لسبب لان هي طالعة من الفرن سخنة نار وهتشوف البخار بتاعها حالا. انما انت لو سبتها بس تهدى شوية من الفرن هتطلع القطعة بقطعتها. وكنت خلاص خلصت هنا ونزلت الجلسة عادي جدا. وجيت بقى اليوم ده انا ما عملتش فيه اي حاجة تانية خالص غير ان انا جيت من الجلسة اكلت بس. هقول له كل اطباق كوبايات الدنيا اللي كانت في الحوض انا ما غسلتهاش الا بالليل خالص قبل ما انام، لان الجلسة كانت تقيلة عليا جامد قوي النهاردة. وما عملتش حاجة غير ان انا نمت ولقيتهم جايبين شيبسيات وحاجات واكلت وسابوا لي شيبسي اكل منه ونمت. اما بقى هنا الورق اللي كنت بقول لكم عليها، انتوا شايفين ان انا كان معايا ورق تاني وكنت جايباه هنا بقول لكم لازقين في بعض، فكان معايا عندي من ايام ما كنت انا حاطاه. شوفوا بقى انا هشيلها وهشيل دي والزقها كامله لحد تحت وهشد البوتاجاز الجهادي شويه. بس طبعا هقفل الكاميرا وهعملها وبعدين اوريكم. انا هنا ما اقدرش اشيل الورق خالص لان انا عندي الحيطه مش سيراميك، الحيطه دهان. ف... فبتبهدلني في الغسيل جامد جدا، فانا بحط الورق ده بيخليها نظيفه وبيحافظ عليها شويه. مش معنى ان انا بحطه ان انا مش بنضفه. انتوا شايفين الفوم ده الابيض ده انا ما غيرتوش من يوم ما حطيته، معنى كده ان انا ايدي في مطبخي ما فيهوش دهون ما فيهوش حاجه. احب اقول لكم لو انتوا اول مره تشوفوا قناتي ما تنسيش تشتركوا فيها، ولو شيرتوا الفيديو يبقى شكرا جدا ليكم. وشجعوني بلايك واشتراك، ولو شيرتوا الفيديو يبقى كتر خيركم قوي. وده كان شكل مطبخي. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. دمتم بخير دايما.